الجهاز عندك لو بطيء ومش احسن حاجه، فاحنا دلوقتي عايزين نظبط الافتر افكتس عشان البرفورمانس بتاعه يكون اسرع شويه. فتعالى كده نعمل شويه اعدادات هتظبط مع الافتر افكتس. اول حاجه في البلاي باك، تمام، او في البريفيو بتاعك ممكن تعمل ايه عشان يسهل لك الامور شويه؟ بدل ما انت تعمل بلاي باك على فل، خليها اقل حاجه، خليها ربع مثلا، خليها ثيرد، خليها هاف، خليها اي حاجه. ممكن انا يعني ساعات بخليها كوارتر وساعات بخليها تكون ثيرد، فكده البريفيو بيكون اسرع بكتير جدا جدا جدا. تمام، دي طبعا ملهاش علاقه باي حاجه، دي الفت دي بتاعت السكرين ذات نفسها. وفي حاجه تانية بعملها في الجزئيه دي، ان انا بعمل دايما ادابتيف ريزوليوشن عشان يخلي لي البلاي باك اسرع شويه. ده بيحاول اللي هو ينزل الريزوليوشن حاجه بسيطه عشان البريفيو بتاع الحاجه اللي انت بتشغلها يكون اسرع حاجه بسيطه. وبعد كده بنيجي عند فايل وبنفتح البروجكت سيتنجز زي البريمير بالظبط، وبنخلي يوز بنخليها برضو جي بي يو بدل السي ال وبدل السوفت وير اونلي. لو الجهاز بتاعك مش افضل حاجه فممكن تخليه على سوفت وير اونلي، بس هيبقى ابطا شويه. بس انت ما عندكش اي اوبشن تاني، بس لو عندك اوبشن كودا فخليها كودا، وبعد كده دوس على اوكي. تمام، ده كده بالنسبه للبروجكت السيتنجز. بالنسبه بقى للاديت، هننزل تحت خالص وبعد كده هنجيب البريفرنسز وبعد كده هنجيب الجنرال عشان اقدر اتكلم على كل حاجه. انت شوف الاعدادات اللي انا عاملها وانقلها خليها عندك. انا هقلب كده في القوائم، لو لقيت ان انا في حاجه هتستدعي ان انا اتكلم عليها فانا هتكلم عليها. الستارت اب هنشيل من هنا الانيبل هوم سكرين. ده هيخلي الحته اللي هي بتاعت الهوم سكرين ما تفتحش معاك كل مره اول لما تفتح الافتر افكتس، فالجهاز هيبقى خفيف معاك، او الافتر افكتس هيبقى احسن معاك. تمام، مفيش هنا اي حاجه تانية هنعملها. البريفيوز، البريفيوز ممكن تعلي شويه الكواليتي، بس انا بفضل ان انا اسيب الكواليتي كده. تمام، شغاله معايا زي الفل، جربت قبل كده اعليها ما فرقتش قوي فسبتها زي ما انا كنت عاملها. الزوم كواليتي ممكن تخليها فاستر. تمام، وبرده الكالر مانجمنت كواليتي ممكن تخليها فاستر، ده بيخلي لك البرفورمانس احسن شويه. وهننزل لتحت شويه، طبعا القايمه دي خليها على ريزوليوشن اند كواليتي. تمام، وبعد كده هننزل لتحت شويه، ما اعتقدش ان هنا في اي حاجه المفروض ان احنا نعملها. هننزل للديسبلاي. الديسبلاي اهم حاجه هنا، اهم حاجه تتاكد ان انت مفعل الهاردوير اكسلريت. تمام، دي هتفرق جدا معاك في كل حاجه، في البريفيوز، في الرندر، في كل حاجه. وبعد كده وطبعا ان الباقي الاعدادات اللي انا عاملها في كل حاجه، حتى الاول كي فريمز دي ليها علاقه بالكي فريمز اللي هي بتاعت الماسكات والحاجات اللي هي فيها حركه، فخليها برضو كده وخليها على 5 او من 5 ل 8. بعد كده هننزل على الامبورت. ممكن في الامبورت في الفيديو فوتج برضو نفس الكلام، هتعمل انيبل للهاردوير اكسلريشن. تمام، دي بتسرع الجي بي يو بتاعك ان هو يعمل ديكودنج اسرع، او ان هو يرندر الحاجه اسرع او يكسبورتها اسرع. هننزل اوتبوت، مش عايزينها جريدز. يعني الجريدز ما فيش اي حاجه نتكلم فيها. تمام، انا عاملها 8 في 8، ممكن تعملها 3 في 3 اعتقد، والله 3 في 3 تبقى كويس، خلينا نظبطها 3 في 3. وعامه الجريدز 3 في 3 دي هتبقى هنا كده، بص هتقسمها لي 3 في 3. فهي دي الفكره يعني، انا قلت اعملها 3 في 3 عشان الرول اوف ثيرز اللي هي القاعده بتاعت اللي كل حاجه بتبقى متقسمه لثلاث حاجات كده. تمام، انتوا فاهمين بقى. هنفتح تاني الجنرال وهنكمل. وصلنا تقريبا للميديا اند ديسك كاش. الميديا اند ديسك كاش انا بعملها دايما من 40 ل 50، فانا مخليها 47. ممكن تخليها 50 عادي، بس دي برضو ليها علاقه بالكاش والتمبرري فايلز والحاجات اللي هي زي كده. فانا المناسب اللي انا دايما بشوفه من 40 ل 50. اي حاجه بقى من هنا عندك، حاول ان انت تسيفها على سي، او حاول ان انت تسيفها على المكان اللي فيه الهارد الاس اس دي بتاعك. لو انت عندك هارد اس اس دي، لو ما عندكش هارد اس اس دي فحاول ان انت تجيب هارد بورتابل، هارد خارجي تشتغل عليه اس اس دي، عشان ده هيخلي لك الافتر افكتس بدل ما هو 50% هيخلوه لك 150%. فتاكد قوي من الجزئيه دي، وهيسرع لك المشاريع بشكل انت ما كنتش متخيله. فتشوز فولدر دي انا مخليها على السي. امبيتي ديسك كاش دي بتعمل بتمسح كل الكاش فايلز اللي الافتر افكتس مخزنها. فانا هدوس عليها كده وبعد كده هدوس على اوكي، فهو هنا هيمسح 352 ميجا، فندوس على اوكي. بعد كده هنا برضو الداتابيز تشوز فولدر دي عندي على السي، عندي على السي، كل حاجه هنا على السي، مفيش اي حاجه هنا تانية كده هنعملها. هننزل تحت الفيديو بريفيو. مفيش اي حاجه، لو عندك اي حاجه مختلفه فاعملها زي ما انا عاملها. الابيرنس برضو مش عايزين حاجه، نيو بروجكت، اوتو سيف. الاوتو سيف انا عامله ان هو بيسيف كل 20 دقيقه وشغال معايا زي الفل. وعامل ماكسيمم بروجكت فيرجنز عاملها 5. فانت برضو عايز تعملها زي براحتك. الميموري اند بيرفورمانس، تمام.
انا مقلل هنا، انا سايبها هنا 6 عشان اوفر شويه للبريمير، فانا هخليها 6. بس انت لو انت مثلا شغلك على الافتر افكتس بشكل اساسي، فممكن تخلي الرقم ده اقل حاجه، تخليها مثلا، أنا عندي رامات 32 فانا مخليها هنا 3 وموفر 29 جيجا للافتر افكتس، بس انا اخليها 6 زي ما كان، لان هي بصراحه شغاله معايا زي الفل. لازم دي تكون متفعله عشان بتفرق جدا معاك في الريندر، بتسرع لك الريندر النهائي بتاع البروجكت اللي انت بتشتغل عليه. فحاول اللي هي لو اوف بالشكل ده ان انت تخليها اون كده، هتفرق معاك جدا جدا. الاوديو هاردوير مش هنحتاجها، طيب مش هنحتاجها. ممكن تعمل دي على ميديوم عشان يفرق معاك في التكست اللي انت شغال عليه. السكريبتس لا برضو مش عايزينها. 3 دي انا على فكره عمال اقلب بس في الحاجات دي عشان لو في حاجه عندك مختلفه تظبطها زي ما انا عاملها بالظبط، وبعد كده تدوس على اوكي. احنا بكده خلصنا كل حاجه المفروض نعملها على الافتر افكتس. الباقي بقى هيبقى بره افتر افكتس، فهنطلع كده بره خالص، كليك يمين، شو مور اوبشنز، هنختار كارت الشاشه بتاعنا. انا كارت الشاشه بتاعي انفيديا، فهدوس على انفيديا كنترول بانل. اغلب الناس انفيديا اعتقد، يعني قليل اللي بتلاقيهم اي ام دي. وبعد كده هختار اول واحده اللي هي ادجاست ايمج سيتنجز، تمام. وهختار اللي هي يوز ذا 3 ذا ادفانسد 3 دي ايمج، تمام. وهدوس على تيك مي ذير وبروجرام سيتنجز. هيفتح معاك هنا البريمير. انا مش عايز البريمير، انا هنزل تحت لحد لما اجيب الادوبي افتر افكتس اهو. واعمل بقى نفس الحاجات اللي انا عاملها هنا، يعني انا هنزل اهو كده، فتاكد ان انت عامل كل السيتنجز اللي انا عاملها هنا. اختار طبعا كارت الشاشه بتاعك، تمام. دي افضل اعدادات انا جربتها على مدار سنين، يعني انا في القائمه دي كنت بقعد العب كتير او حاجات كتيره جدا، فدي افضل حاجات انا رسيت عليها. هطلع كده وبعد كده برضو هجيب جرافيكس سيتنجز، هختارها اول واحده، تمام. وبعد كده خلاص انا عندي الافتر افكتس هنا. هاجي هنا كده افعل الهاي بيرفورمانس وكارت الشاشه بتاعي جنبه. وقلنا في الفيديو اللي فات لو الجزئيه دي مش ظاهره عندك، قلنا ازاي ان انت تعمل اد ديسكتوب اب سواء بريمير افتر افكتس او غيره. ولو ما شفتش فيديو البريمير، فحاول انت تشوف فيديو البريمير. وطبعا ما تنساش ان انا عامل لك كورس مونتاج متقدم هينقل مستواك من مونتير عادي زهقان من الشغل التقليدي اللي هو بيعمله، لمونتير بيعمل شغل عالمي. شغله ان شاء الله هيبقى بالافات الدولارات، وهيغير مستواك يعني مليون درجه مش 180 بس. فاتاكد ان انت تنزل في الوصف تحت عشان تشوف لينك كورس المونتاج المتقدم. ولو انت هتبتدي من الصفر، فعندك برضو مجموعه المونتاج تقدر تبتدي فيها من الصفر او من تحت الصفر لحد ليفل محترم جدا 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 جدا. هيوفر عليك يعني مشاوير كتير هتقعد فيها سنين ان شاء الله. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان الكلام ده بيفرق معايا. والسلام عليكم.